تعرف قصة الست اللي قالت لأ؟ تتخيل إن ست فلاحة من قرية بسيطة قدرت تغير مجرى الحرب. مش بس كده، دي خلت قادة الجيش الفرنسي نفسهم يتجننوا من اللي عملته. اسمها ضاع في التاريخ، بس بطولتها لسه بتحكيها الأرض اللي مشيت عليها. الست دي كانت من ضواحي الجيزة، وقت ما الفرنسيين حاولوا يقتحموا قريتها علشان يستخدموها كموقع تموين وإمدادات، لكنها ما خافتش. شافت جندي فرنسي بيخبي خريطة في هدومه، وكانت وقتها بتقدم لهم الأكل والمية. قامت بكل هدوء ولفت من ورا ظهره وخدت الورقة من غير ما يحس. اكتشفت إن الخريطة دي فيها أماكن مخازن السلاح للمقاومة وأسماء ناس من حركة المقاومة، يعني لو وقعت في إيد نابليون كانت هتحصل مجزرة. الست دي عملت إيه؟ تتخيل إنها خبت الخريطة جوه رغيف عيش وخرجت بيه وكأنها رايحة توصل الزاد لحد من قرايبها، لكن الحقيقة كانت بتجري على الشيخ اللي بيوزع المعلومات على الثوار. الفرنسيين اكتشفوا اللي حصل بعد ساعات وفضلوا يفتشوا كل البيوت، لكن خلاص الرسالة كانت وصلت، والكمين اللي كانوا مجهزينه للمقاومة اتفك. ونتيجة ده نجت واحدة من أهم خلايا المقاومة في الصعيد، والفضل كله لست فلاحة ما كانش معاها سلاح، لكن كان معاها عقل وقلب ما بيخافش. التاريخ للأسف ما ذكرش اسمها، لكن الجبرتي ذكر الواقعة دي وقال: ولولا امرأة من أهل الجيزة لضاع أمر جماعة من المجاهدين. كم ست مصرية كانت بطلة واتدفنت بطولتها في سطور مهملة، كم واحدة زيها أنقذت بلادنا وإحنا مش عارفين حتى اسمها. لو عجبتك القصة شاركها واستناني في القصة الجاية.